يا ولاد ايام يا ولاد اهو جه يا ولاد طقطق يا ولاد اهو جه يا ولاد ايام يا ولاد اهو جه يا ولاد طقطق يا ولاد كل عام ويانا معاك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنعمل معاكم كوارع للناس اللي ما بتحبش الكوارع او عاملة نفسها ما بتحبش الكوارع. هتشوفوهم النهاردة هياكلوا كوارع مفاجيع. المهم الكارع ده فردة واحدة بس، القدامانية التخينة الحلوة ومتنضفة زي الفل. كانت متشالة عندي في الفريزر وبعدين طلعتها برضو تاني زيادة توكيد، قلت لما اعصر عليها ايه، اما اعصر عليها ليمون وسبتها شوية كده في المية وشطفتها كويس قوي. الاول يا جماعة اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، كل سنة وانتم طيبين. ونشطفها شطفه حلوه بقى وبعدين نحط الميه على النار، واول ما الميه تبتدي تغلي او ما تغليش مش مهم نروح حاطينها فيها. ليه انا ما قطعتهاش من بعضها؟ قلت هي كده كده هتستوي وتتعمل من بعضها، ليه هتعب نفسي واقطع يعني، هي هتقطع نفسها اساسا. المهم حطيتها كده وبعدين اول بقى ما تبتدي تغلي، في بقى ناس تقول لك نغلي ونرمي الميه، لا انا جايباها فله. الراجل اللي انا بتعامل معاه راجل فله جدا، انا هشرب شاي، اعملوا حسابي في الشاي. المهم بعد لما تغلي كده شوفوا، ولا طلعت بقى ريم ولا طلعت عبير ولا الكلام ده كله، بالراحه على البراد. المهم بقى قامت دي تغلي كده اقوم حاطه لها بقى الجزر. بس انا قلت بقى في حته في الفيديو انا اكلتها، ليه ايه بقى، ورق اللوري والحبهان وده فلفل اسمر يعني فصوص، هو ليه انا حطيته سليم. فلفل اسود عشان الناس بتقول لي هو اسمه فلفل اسمر اسود ولا تزعلوا. المهم علشان بدل ما اطحنه فيلا بيبقى حلو قوي. هنا عملنا بقى التومه دي بقى صلصه الفته بتاعت الكوارع، اللي هي بقى ايه بتاعت الفته بتاعت البت بتاعت الكوارع، هو كده يعني. ودي الصلصه طبعا عملتها معاكم قبل كده في الفريزر، طلعت بقى وحطيتها بعد ما عملت دقه التومه. وهنا بقى هنعمل الرز، حبه زيت على حته زبده، والرز منقوع ومتصفي ويتنقع ساعه على الاقل ونصفي الميه بتاعته، وبعدين بقى نحطه ده ايه الرز بتاع الفته. لو عايزه تحطي بقى معاهم ورق لوري وحباين بيديله طعم وريحه حلوه قوي، مع اننا برضو هنطعمه بحبه شوربه ونقلبه بقى لغايه ما ينشف والميه تبقى مفهوش ميه، يبقى شارب بقى من السمنه والزيت كويس قوي. بعد كده بقى ده الشوربه بتاعه الكوارع، سقيته بقى كمان شوربه كوارع. احنا لسه كمان هنعمل معاكم ورق عنب بالكوارع والكلام ده، يقوم داخل بقى الفرن لزوم الرجيم وكده. شفتوا بقى شوربه الكوارع عامله ازاي، تحفه. ايه رايكم؟ جميله جدا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اعملوا لايك لو سمحتوا علشان يعني الاكل يطلع حلو. شايفين لونها؟ شايفين؟ انا جوعت تاني يا جماعه. وبعدين اطلعها بقى كده واقطعها بالشوكه والسكينه. انا بعرفكم طبعا ان انا بعرف امسك الشوكه والسكينه واقدر اكل بيهم في اي مكان على فكره، يعني مش حاجه صعبه. ونقطعهم بقى حتت كده. انا طبعا ما خليتهاش استوت اتهرت قوي، لا هو انا ايه خليتها يعني ماسكه نفسها شويتين ثلاثه كده. ليه بقى؟ لانها لازم تاخد غلوه في الصلصه بتاعه الفته بتاعه الكوارع اللي هنعمل برضو منها ايه. الكوارع اللي احنا هنعمل منها ايه كمان، هنعمل منها يعني ورق العنب برضو بس مش من الصلصه دي. وبعدين بصي بقى حته الكوارع ممكن تصغريها اكتر برضو عشان كل واحد ما يقعدش يقوم لاهفها ببقه بلعها مره واحده. مسجله ولا بتفرج؟ لا بسجل طبعا. وبعدين بسجل طبعا. وبعدين ده بقى جوز الطيب، توصي بقى بجوز الطيب شويه بقى، تمام. وبعدين دي الشوربه بقى حبه شوربه كده عشان هنسقي بقى ورق العنب اللي احنا هنسويه في الطاجن على البوتاجاز من فوق مش في الفرن، مش ناقصين الانبوبه تخلص كل شويه. فهنا ده بقى ورق العنب انا عملته معاكم قبل كده بس ما عملتوش في الطاجن، بس الخلطه بتاعته على القناه هتعجبكم قوي. وهنا حطيت حبه شوربه على حبه طماطم من بتاعه المحشي اصلا عملتها عليها او بتاعه الفته وبعدين نسقيها بقى كده، ومش لازم ايه تغرق قوي لان انا عايزاه ياخد نص سوا كده.
او 3/4 سوا. ليه؟ لانه هيدخل الفرن. لازم تحطي الصاجة دي، وبعدين بقى نقفل الطاجن كويس ونغطيه ونحط النار بقى تبقى يعني جاية على الصاجة بالظبط. هنا بقى بعد لما تشرب وتقريبا قرب يستوي، وبرده الكوارع ديت مستوية، بس محتاجة بقى لما تدخل الفرن تكمل سواها كده، مع انها علشان تتحمر وتنشف وهو كمان يستوي من بعضه، اللي هو بقى الحاجات دي كلها 3/4 سوا. تمام يا جماعة. وبرده عصرة ليمون، ندي بقى ليمون لفترة، كل ما تلاقي حاجة في وشك تدي ليمون. كل ما تلاقي تدي ليمون. الليمون كيلو ب10 جنيه، فمش فارقة معانا يعني. في الليلة دي كلها هلاقيلك نص كيلو ليمون. مش ليمون حاجة ببلاش كده بس. وبعد كده بقى نقوم مدخلينهم الفرن ياخدوا لهم تشميعة حلوة كده، والكوارع بقى تتحمر. وده العيش انا وريتكم الطريقة بتاعته قبل كده. بعمله الاول كله زيت وزبده يعني، وادهنه كله بفرشه وادخله الفرن، يوم يتحمر كله كويس قوي يبقى مع بعضه. هنا بقى بنحط حبه رز كده، وبعدين يروح ايه نخلين عليها بالرز الباقي. وبعدين خلاص بقى دي خدت غلوه تمام مع الكوارع، وهي متسبكه وحلوه تمام. وحطينا لها طبعا فلفل اسود وكزبره وكمون، وخليناها حاجة تمام جدا. والخل طبعا يكون الخل مظبوط. وبعدين بقى نغرفها. دي فتة الكوارع، ونقطع الحتت دي. تقدري تقطعيها اكبر، تقدري تقطعيها اصغر. هو انا رأيي انها تتقطع اصغر، عشان حضرتك ده يتاكل بالمعلقة مع الرز، فالناس هتحف يعني كده. المهم كده تمام الاكلة. ايه رأيكم بقى؟ لو وصلتوا لغاية هنا اعملوا لايك يا جماعة. بتعملوش لايك ليه؟ بتعملوش لايك ليه؟ المهم هنجهز بقى طبق تاني. انا بحب اللي هو ما يبقاش بقى فيه صلصة كتير والكلام ده، بس ده يعني حاجة كده لزوم الحركات، عشان يبين الرز والعيش يبان لوحده والكلام ده. او دي الطريقة الرصة الصح لطريقة الفتة، مش بطريقة زمان بقى اللي احنا عاملينها دي. ورشي بقى حبة بقدونس كده عشان تجرنشيه شكله يبقى حلو. ودي بقى الشوربة معانا بتاعت الكوارع، الناس تاكلها حديد مسلح الدنيا كده. وبألف انا والشفا. ولسه ما شفتوش معايا الورق العنب، حاجه بقى صاروخ ارض جو يا جماعه. صاروخ ارض جو، محدش يقول لي اوعى وشك يعني، اوعى وشكم من قدامي، حاجه فظيعه. بس عايزه اقول لكم بقى، انتوا تعرفوا ورق العنب ازاي؟ شويه خميت في ورق العنب، خميت فيه قوي، باخد مقالب انا. فورق العنب يا جماعه اما تيجي تشتريه لازم يبقى لونه فاتح وورقته طريه وناعمه، ملوش علاقة بالورق التاني ده خالص بجد. يعني بيبان ان هو لونه غامق، بس احنا برضو هنعالج الحكاية. هو غمق كده كفاية صوت التقليب. الغلوشة دي. شايفين الكوارع متحمرة ازاي؟